السلام عليكم. السلام. الله حيك. السلام. حياكم الله. الله حيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حيك. السلام عليكم. الله حيك. الله حيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الحفل الكريم، السادة مشايخ وأعيان قبيلة قريش المكية، أعزائنا الحضور، أيها الإخوة مشاهدي قناة الطيب الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. ونحن نستقبل في هذا اليوم العظيم المبارك أول أيام العيد الهجري والعام الهجري الجديد، عام 1434 للهجرة، وندعو الله تعالى أن يكون هذا العام عام خير وبركة على البلاد والعباد، وأن يجعله عاما سعيدا على الجميع إن شاء الله. إن من نعم الله تعالى على عباده قدوم الأبناء ذكورا وإناث، وعندما يكرم الله عبده بقدوم مولود فإنها من أتم النعم وأجل الهبات، ذلك هم زينة الحياة الدنيا ومتعتها. وفي هذه الليلة الكريمة يحتفل الشيخ دخيل بن عيد القرشي بقدوم ابنه المولود محسن، وقد أطلق عليه هذا الاسم تيمنا برمز من رموز قبيلة قريش، وهو الشيخ محسن بن حسن القرشي. ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الابن، وأن يجعله من مواليد السعادة والسرور، ومن حملة القرآن الكريم، وأن يقر به أعين والديه. وفي هذه الأمسية المباركة يحتفل صاحب الأمسية بهذا الجمع المبارك، حيث تتوالى الكلمات المعبرة بهذه الأمسية الجميلة وبهذا المولود الذي ندعو الله تعالى له كل التوفيق إن شاء الله. فيما يلي نبدأ بآيات عطرة من كتاب الله الكريم يتلوها الأستاذ حميد بن عيد القرشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. صدق الله العظيم. فيما يلي نبدأ الكلمات المعبرة بهذه الأمسية الجميلة. الآن كلمة صاحب الأمسية ومنظمها الشيخ دخيل بن عيد القرشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع ومسهلا بالحاضرين ومشايخ القبائل، مشايخ قريش ومشايخ هذيل ومشايخ حرب ومشايخ البقوم، وألف مرحبا بالحاضرين. الحقيقة يعجز اللسان في الوصف، فأنا من سعادتي أعجز عن هذا الوصف صراحة، ولكن أنعم الله علي بمولود وأسميته على اسم رمز من رموز قريش وشخصية بارزة في القبيلة، إنها الشيخ محسن أبو سمن القرشي. هذا الشيخ الذي أتمنى أن يحذون حذوه كل أبناء القبيلة، ولا يفوتني الذكر أن أمدح وأرحب بهذا الشفيع، هم ربعنا من قريش الطائف، الله يحييهم. وأرحب بالشيخ خلف الحساني وأبنائه، وأرحب بالشيخ سعد بن عاش المرزوق البقمي ومرجاح الكريزي البقمي، وأقول الله يحييكم. على أي حال يا مرحبا بكل من حضر، صغير وكبير، والله يحييكم جميعا بدون استثناء. وهذه أيضا كلمة للشيخ سراج محمد علي القرشي، شيخ المهادية من قريش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله أفضل خلق الله على ما من به علينا من نعمة الإسلام، وأحمد الله أيضا على
نعمه الجزيلة والكثيرة، ومن ضمنها هذه التهاني الذي نقوم بها ونهني بعضنا البعض على المناسبات الفرحة التي تتوالى علينا دائما وأبدا. وأخص في هذه الأيام أن أهني مملكتنا وأهني مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وجميع العاملين في موسم حج هذا العام من أصغر المستويات إلى أعلاها، وأهنئهم أيضا على نجاح خطة الحج وعلى ما بذلوه من جهود موفق. كما أهني أيضا الشيخ تخيل القرشي بمولوده الجديد، أقر الله به عينه وأثابه به إن شاء الله. وأهنيه أيضا على اختياره الموفق بتسميته لرجل من رجالات قريش الذين كلنا نفتخر بهم، وله عدة مفاخر وعدة أعمال جليلة خدم بها وطنه وخدم بها دينه، ومن أهمها هو كتاب حدود مكة المكرمة ومحارمها. وهذا الكتاب أصبح الآن مرجع يعاد إليه ويرجع إليه، وجعل الآن هذا الكتاب مرجعا لدى كل الفقهاء والمتعلمين. فهذا شرف لنا أن يقوم رجل من رجالنا بهذه الأعمال الجليلة، فإننا نهنئ محسن الجديد ومحسن القديم ووالده على هذه التسمية، وقد سمي بالمحسن وهو فعلا له من اسمه نصيب. وأبارك أيضا على هذه الحفلة التي اجتمعنا فيها بعدة رجال قد نتعرف عليهم لأول مرة، وإنني أضم صوتي إلى صوت صاحب الحفل ترحيبا وتهلية بمن حضر في هذا الحفل، وأشكر كل من قام على هذا الإعداد الحسن. ألف شكر وألف تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتتوالى الكلمات المعبرة بهذه المناسبة السعيدة. الآن أيضا كلمة للشيخ مسلم القرشي، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك للأخ دخيل بهذا المولود ونقول له بارك الله لك في الموهوب، واشكر الواهب، وجعله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله الله باراً، وجعله من حفظة القرآن ومن قادة المسلمين إن شاء الله. أولاً أديت بحثاً صغيراً عن هذا الاسم، اسم محسن. فاسم محسن هو اسم من أسماء الله ثبت بالسنة، وهو بحديث جيد لا بأس به، كما يقول شيخنا ابن باز رحمة الله عليه. ولكن نبغى أن نقول هل يسمى هذا الاسم به الآدميين، يعني الخلق، أم لا؟ فسئل رحمة الله عليه الشيخ فأجاب، فقال إن لله أسماء يشترك فيها الخالق والمخلوق، ومن هذه الأسماء
محسن ورؤوف ورحيم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة عن محمد صلى الله عليه وسلم: وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال عن الإنسان في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فسمى الإنسان المخلوق هذا سميع وبصير، والله سبحانه وتعالى هو سميع وبصير. لكن هناك أسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يسمى بها إلا هو. من هذه الأسماء هو الرازق، الخالق، الرحمن، الله. هذه الأسماء خاصة به سبحانه وتعالى لا يشترك فيها المخلوقين. ولكن نبقى في معنى الاسم هذا ونقول: معنى هذا الاسم كما قالت كتب اللغة هو الجواد، الكريم، الجميل، المحسن. وتقول العرب: المحسن يعطي كثيرا ويأخذ أقل مما يستحق، يعني يعطي كثير، صاحب سخاء. والحقيقة نبارك لهذا الأخ العزيز أن سمى هذا الاسم بشيخ من مشايخ قريش في مكة. والحقيقة هذه فرصة أنتهزها أن أبارك للأخ دخيل، ونقول لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الابن ويكون مؤمنا حافظا للقرآن، سخيا كريما، أسوة بهذا الشيخ كما سمعنا عنه. إنني أعرف الشيخ قبل فترة وتعرفت عليه وجزاه الله خيرا، ولا أريد أن أمدح كثيرا لأن المدح في الوجه يكون فيه شيئا في السنة، ولكن نقول جزاه الله خيرا. نبقى من ناحية التهنئة، يجوز في الإسلام وفي الشرع أن تهني بالمولود وتقول: بارك الله لك في الموهوب واشكر الواهب وجعله راشدا وبارا. هذا الذي وردت فيه السنة. ولكن يسمى الابن في يوم سابعه أو في يوم ثالثه كما وردت في السنة، ويكون هذا الاسم في سابعه أو في ثامنه أو في 14 أو في 21 على عقيقته. وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم: الغلام مرهون بعقيقته. وفي حديث غير قال حديث آخر في الصحيحين أن الغلام عليه شاتان كافئتان مكافئتان، والجارية يعني البنت عليها شاة واحدة. وتكون وصفها كوصف الأضحية من 6 أشهر للضأن، وهي يحب أن تكون من بهيمة الأنعام وبالذات من الضأن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين في روايتين، رواية تقول: كبشين أملحين كبيرين، ويكونان سمينين. وكما تكون السنة في الأضحية فكذلك السنة في العقيقة. ولكن لو جمع كما فعل أخونا هذا وجمع أصدقائه وجمع أحبابه، يقول الشيخ رحمة الله عليه ابن باز: يجزي ذلك، لأنه حيجمع الكبير ويجمع الصغير ويجمع الفقير ويجمع المسكين ويجمع الغني كذلك. فلذلك الشرع نهى وحرم عن أسماء. من هذه الأسماء اللي حرمها هي التسمية بأسماء الله سبحانه وتعالى التي ذكرناها، وبأسماء أهل الكفر من العجم. وكذلك نهى عن أسماء وهي مكروهة عند كثير من أهل العلم كأسماء الحيوانات. وأن هذا الاسم الذي يسمي به المرء الإنسان ولده هو له في الدنيا وله في الآخرة، فهو حق للأب أن يسمي ابنه، ولكن حق على الولد
أن يختار أبوه الاسم الحسن في الدنيا والآخرة، لأنه يوم القيامة ينادى بهذا الاسم، وأن يتجنب أسماء الحيوانات وأسماء الحشرات. في كثير من الناس يسمون أسماء وهي كما تعلمون موجودة، ولكن هذه الأسماء تولد الغير شرعية، تولد في الشخص هذا إذا كبر الحرج من اسمه، فربما يكون يعق والديه بسبب هذا الاسم. فلذلك من حق الأب هي أن يسمي ولده، ومن حق الولد على أبيه أن يختار له الاسم الصالح والحسن. هذه ناحية. الناحية الثانية، لو كان الأب فقيرا لا يستطيع أن يعق، لأن العقيقة هذه بعض أهل العلم يقول أنها واجبة على المستطيع، والكثير يقولون أنها سنة مؤكدة، ولكنها معنى مرهون. يقول الإمام أحمد رحمه الله: مرهون يعني مرهون في شفاعته لو مات صغيرا لا يشفع لوالديه. لماذا؟ لأن والده لم يعق عنه. وهذه العقيقة هي شكر لله سبحانه وتعالى أن وهب هذا الولد لهذا الإنسان، فلذلك يشكر الله على ذلك. لكن لو كان الأب فقيرا ماذا يعمل؟ يعق الرجل إذا كبر، هذا الغلام إذا كبر يعق عن نفسه، فإن لم يكن أبوه حيا عق من يكون وليا بعد أبيه. هذه نبذة بسيطة عن الاسم وعن العقيقة. حببت أن أذكر نفسي وإياكم، وأنا أعلم أن كثير منكم أو جلكم يعلم هذا الشيء، ولكن بمجرد المشاركة. ونسأل الله العلي العظيم أن يوفق هذا الطفل ويجعله إن شاء الله من قادة المسلمين إن شاء الله. ما نقول من قادة قريش، لأن قريش ولامهون بالقبائل الأخرى، والحقيقة أن أقرب قبيلة لنا كقريش هي هذيل في الجد 19، وكذلك عتيبة، وكل القبائل فيها روس ونفوس. ونقول مبروك للجميع، ونحمد الله أن جمعنا هذا الرجل على الخير والمودة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.